انا لو بحب نفسي كفايه مش هشوف اصلا، يعني مش هبقى مركزه مع حد. فاهمين قصدي؟ انتي لما تحبي نفسك كفايه هتركزي مع نفسك. عشان كده دايما بيقولك قارني نفسك بنفسك، اوعي تقارني نفسك بحد. لان انتي لما هتقارني نفسك بحد ده هيدخلك في صراع اصلا مش بتاعك، يعني هتعيشي حاله مش حالتك. زائد ان ده كمان هيخليكي مش هتشوفي النعم اللي في حياتك. يعني انا لما عيني طول الوقت انا ماسكه الميكروسكوب وباصه في حياه عيني، عارفين انتوا الناس اللي راشقه عينها في حياه غيرها؟ انت اصلا مش هتشوفي نفسك. فمش اي نعمه ربنا هيديها لك انت مش شايفاها، اي رزق عندك انت مش شايفاه. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره بتشوفوني انا هدير عزام. هتكلم النهارده في موضوع مهم جدا، وهو اوعي تقارني نفسك بحد تاني. وطبعا مكملين في سلسله حب الذات. قبل ما نبدا حلقتنا، ولو بتحبي النوع ده من المحتوى ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. طيب، عايزه بقى اتكلم في الموضوع كده بهدوء عشان نفهم كل حاجه. اولا، انا ليه اصلا بقارن نفسي بغيري؟ ايه الاضرار اللي بتقعد عليا من حاجه زي دي؟ انا ازاي اوقف الموضوع ده؟ انا ليه بقارن نفسي بغيري؟ دي ممكن تكون جزء من التربيه. يعني ممكن مثلا انتي اتربيتي على موضوع بقى ايه اللي هو شوفي بنت خالتك عامله ازاي، شوفي مش عارفه مين جابت كام، وانتي دخلتي الكليه الفلانيه وهي مش، وهي دخلت كذا وانتي مش شاطره زيها. whatever السيناريوهات اللي ممكن تحصل. يعني ساعات ممكن نكون كلنا اتحطينا في الموقف دي اكيد طبعا، اللي هو ابن خالك اشطر منك، بنت عمتك اشطر منك، مش عارفه جارتك دي جميله وشاطره وفيها كل المميزات وانتي خليكي زيها، خليكي ناصحه زيها، مش عارفه ايه. والفكره برضو علشان ايه ما ندخلش بقى ما نقعدش نخبط الدنيا في بعض. اكيد كل اب وكل ام بيبقى فعلا نفسهم يشوفوا اولادهم احسن حاجه. يعني هم ممكن يكونوا عملوا حاجه اللي هو يعني يربونا بقدر استطاعتهم من المعرفه. فاهمين قصدي؟ يعني هم اكيد مش عارفين مثلا ان دي حاجه هتضرك وهيروحوا يعملوها. بالعكس، هم بيبقوا شايفين ان دي حاجه في صالحك، دي حاجه في مصلحتك. فنسيب الموضوع ده عشان محدش يقعد يقول ماما السبب، بابا السبب، هما السبب. لا، انت خلاص بقيتي ناضجة وبقيتي واعية كفاية ان انت لو شايفة ان في حد تسبب في اذى ليكي او في اي حاجة، المفروض بقى انت ده دورك ان انت تعالجيها. ما تقعديش بقى تفضلي بقى تقولي هما السبب هما السبب وتفضلي واقفة محلك سر. تمام؟ فخلونا بقى نكمل في موضوعنا. المهم whatever انت ليه بتقارني نفسك بغيرك، زي ما قلنا ممكن ده يكون بسبب التربية، ممكن ده يكون بسبب اي حاجة تانية. ممكن تكوني انت اصلا في البيت معودينك انت ما تقارنيش نفسك بحد، بس انت ليكي صديقة، يعني صديقة ما، صديقة معينة انتمتك، فطبيعي انت اصلا مع الوقت ان انت بتقربي ليها ولسه برضو في سن صغير، انت يعني مش واعية كفاية هتقارني نفسك بيها. ده الطبيعي. يعني لو لقيتي بقى مثلا واحدة تالتة جايلكوا في الشلة وحبتها اكتر منك، او اللي هو عايزه تهزر معاها وبتقرب لها اكتر منك، ما طبيعي انت هتقارني. لو انت بقى مش فاهمه ومش واعيه ومش فاهمه ايه الاضرار. فاهمين؟ يعني برضو زي ما قلت هو ممكن يكون جزء من التربيه، ممكن اصلا هي بتبقى طبيعه بشريه ان انا الطبيعي يعني ممكن الواحد بيقعد يقارن نفسه بغيره من غير ما يبقى واعي. فاهمين قصدي؟ وانس بقى ان انا بقيت واعيه، لا اوقف بقى الموضوع ده. هي دايما اللي هو ازاي هوقف الحوار ده يعني، بس احنا قلناها دلوقتي. المهم يعني ان انا خلاص بقيت مدركة حاجة معينة، خلاص انا في ايدي القرار ان انا بقى ابدأ اراقب تصرفاتي زي ما قلنا، فاخد بالي دي حاجة غلط هبدأ اوقفها. طيب، عايزين بقى نعرف السؤال المهم والاهم: ليه غلط ان انا اقارن نفسي بغيري؟ طبعا ده اصلا يعني دي كارثة، دي مصيبة. اولا انت لو قارنتي نفسك بغيرك ده اصلا بيخليكي زيرو ثقة بالنفس. يعني احنا دلوقتي بنقول عايزين نزود ثقتنا بنفسنا، عايزة احب نفسي. فانت طول الوقت لما اقعد اقارن نفسي بغيري، ما انا كده ازاي بحب نفسي؟ انا كده اصلا ببقى مش شايفة نفسي. تعالوا نتخيل، ندي مثال. لو انا مثلا بنت خالتي، جارتي، صاحبتي، زميلتي في الشغل، دايما انا مثلا لما بقابلها كل يوم بقول هي ليه احلى مني، اشمعنى هي اجمل، اشمعنى هي لما بتلبس اي حاجه بتلاقي عليها وانا لا، اشمعنى في الشغل بيحبوها، اشمعنى هي اترقت قبلي مع ان هي احنا رايحين مع يعني رايحين الشغل سوا، او ممكن تكون هي ست جايه بعدك بفتره. فاهمين الاسئله دي؟ انت لما بتقعدي تقارني نفسك بغيرك، حتى يعني انت لو في اول الموضوع انت بتحبيه، شخص بتحبيه، لما بتفضلي تقارني نفسك بغيرك انت بقى بتبداي اصلا تبقي ناقمه عليه، وبيبدا يعني بيكون في حقد وبيبقى في غل وحسد، ممكن يتحول لكده. ودي اصلا صفات كارثيه.
فاهمين قصدي؟ بلس بقى ان انت كمان مش على قد كده وبس، يعني انت مش على قد بتقعدي تحقدي على اللي قدامك وتقعدي تحسدي وتقعدي يبقى فيه جواكي غل وجواكي طاقة حقد. هو اشمعنى هو مش عارفة عمل ايه، اشمعنى هي يعني مثلا مرتبها اعلى مني، اشمعنى هي عندها صحاب اكتر مني، اشمعنى هي لما بتيجي مثلا ممكن تكون يعني هي انت شايفاها سولقي، تيجي تشتري حاجات بتجيب حاجات بسعر حلو جدا وبتجيب الحاجات الحلوة، انا دايما لما بروح مش بلاقيها. في اشمعنى ما لا نهاية، يعني لو جينا نقول اشمعنى ابصوا مش هنوقف اشمعنى. ده انا بدي مثال صغير على واحده زميلتك، ممكن بقى حد يكون بيعمل كل ده بقى مع قرايبه، يعني مثلا لو بنوته اشمعنى هي اتجوزت قبلي، واشمعنى هي دخلت الكليه مش عارفه ايه مع ان انا كنت بذاكر انا كمان، واشمعنى هي جابت مجموع كذا. في 100,000 اشمعنى بجد مش هنخلص. بس ده بقى من العيوب بقى، بيخلي عندك اصلا طاقه غل، طاقه حقد، طاقه حسد، ان انت مستكتره النعمه على اللي قدامك. فاهمه قصدي؟ وبلس بقى ان ده بيخليكي بقى انت نفسك بتشوفي نفسك قليله. يعني انا دلوقتي لما كنت شايفه ان في واحده احلى مني وفي واحده اجمل مني وفي واحده محظوظه اكتر مني، طب ما انا كده شايفه نفسي بقل. انا ازاي كده بحب نفسي؟ انا كده بدمر كل حاجه بعملها. انا لو بحب نفسي كفايه مش هشوف اصلا، يعني مش هبقى مركزه مع حد. فاهمين قصدي؟ انتي لما تحبي نفسك كفايه هتركزي مع نفسك. عشان كده دايما بيقولك قارني نفسك بنفسك، اوعي تقارني نفسك بحد، لان انت لما هتقارني نفسك بحد ده هيدخلك في صراع اصلا مش بتاعك، يعني هتعيشي حالة مش حالتك. زائد ان ده كمان هيخليكي مش هتشوفي النعم اللي في حياتك. يعني انا لما عيني طول الوقت انا ماسكه الميكروسكوب وباصه في حياه عيني، عارفين انتوا الناس اللي راشقه عينها في حياه غيرها انت اصلا مش هتشوفي نفسك. فمش اي نعمه ربنا هيديها لك انت مش شايفاها، اي رزق عندك انت مش شايفاه. فاهمين قصدي؟ دي بقى كلها من العيوب، اللي هو انا لما اقارن نفسي بغيري واقعد اقول اشمعنى هي واشمعنى هو واشمعنى هما ومش عارفه ايه. دي بقى الاضرار، ان انت اصلا بتقللي ثقتك بنفسك، ده كده بيخليكي مش بتحبي نفسك، انت كده بتبداي تكرهي نفسك. فاهمين قصدي؟ بتبداي يبقى عندك طاقه غل وحقد وحسد وصراع، بتبني صراع بلا صراع. يعني انت بتدخلي نفسك في حرب ليه؟ بتدخلي نفسك بحرب، يعني في حرب ومحدش اصلا جاي جنبك. فاهمه؟ يعني فاهمين قصدي؟ ده بيخليكي اصلا ما تشوفيش النعم اللي ربنا عطيها لك. بتبقي دايما بقى سخطه، بيبقى فيه سخط وغضب. مش شيء يعني في ربنا كل واحد وزع له نعم كتيره جدا واداله نعم كتيره جدا انت مش شايفاها، انت عينك ما بتشوفش، عينك يعني عينك على حياتك انت، على مميزاتك انت خلاص. فاهمين؟ عارفه لما تبقي عامله بلوك لنفسك وعماله بقى على غيرك، عماله فوكس على حياه غيرك. ده كمان بقى يعني بغض النظر ان انت اصلا، هو انت اصلا شايفه حياه غيرك كامله؟ يعني اللي بيقعد يقارن حد مثلا ويقعد يحسده او يبقى متضايق اشمعنى هو جات له كذا وانا لا، انت اصلا هل انت شايفه حياته كامله؟ هل انت شايفه السيتويشن كلها؟ انت بتشوفي اللقطه اللي هو عايز يوريها لك، انت بتشوفي الحاجه اللي انت عايزه تشوفيها. يعني يعني مثلا لو حد بيعمل فولو او بيشوف حد على السوشيال ميديا، هو اكيد لو على السوشيال ميديا يعني محدش هيجي يوريكي خيبته يعني اكيد كل واحد بيجي يحاول يطلع احلى حاجه عنده ومميزاته ويطلعها اكيد. آه لو انت مثلا يعني حد مش عارفاه قوي، وحتى لو على فكره لو عارفاه قوي، يعني حتى لو حد من قرايبك، انت مهما كان في حياه كامله انت مش عارفاها. يعني الواحد بيبقى عارف الحاجات الرطوش اللي من بره. انت لو جربتي تعيشي حياته، هو عنده معاناه وعنده ابتلاءات، ربنا كرمه في حاجات وكرمه برزق وعنده نعم، بس في حاجات تانية، في ابتلاءات تانية انت ممكن تكوني لو جربتيها مش هتستحمليها. فده بيدخلك في صراع احنا اصلا في غنى عنه. يعني انا ليه ادخل في الصراع ده كله؟ طب ما اركز مع نفسي، اركز مع حياتي. اهم حاجه يا بنات ان انت اصلا عشان تزودي حبك لنفسك، تزودي ثقتك بنفسك، لازم تركزي مع نفسك، لازم تبصي في ورقتك، لازم تحبي كل حاجه زي ما قلنا قبل كده، لازم تعرفي اصلا ايه مميزاتك ايه عيوبك. ما ينفعش بقى ان انت مثلا في عيب فيكي وموجود مش في اللي قدامك تقولي واشمعنى هي واشمعنى. لا، ما انت كده مش بتحبي نفسك، انت كده مش متقبله نفسك. ما احنا قلنا انتي حبي نفسك، حبي مميزاتك،
حبي عيوبك، العيوب اللي ينفع تشتغلي عليها اقعدي اشتغلي عليها. ما هو انا سي انا دلوقتي عرفت عيب فيا، مش هسيبه بقى كده وخلاص. يعني انا لو عرفت عيب فيا وانا عايزه اغيره، طب ما ابدا اغيره. فكل ده صراع بدخل نفسي فيه. وزي ما قلت بقى ان انت اصلا كده بيبدا يبقى عندك سخط، بيبقى عندك عدم رضا بحياتك. ولو جيتي تبصي، هو انت اصلا بيبقى عندك سخط، يعني سخط على ايه؟ على نعم ربنا. دي حاجة كبيرة. يعني لو جينا كده نحللها، انا ليه اصلا اقارن نفسي بغيري؟ يعني ربنا هو اللي